فنان وممثل قدير، برع بكل أدوار الدراما التي قام بتقديمها، دائماً بصمته واضحة بكل أعماله. تميز بأداء أدواره لدرجة أنها أصبحت مقترنة باسمه، فعندما نسمع بأبو شهاب أو أبو جانتي يتبادر لذهننا على الفور الفنان القدير سامر المصري. ما هي أسرار حياته؟ وما هو السبب وراء تغيبه عن الشاشة السورية؟ ولد الفنان سامر المصري في حي الشاغور الدمشقي بتاريخ 3 أغسطس عام 1969، وهو من مواليد برج الأسد. درس في جامعة دمشق بكلية الأدب الإنجليزي، وتخرج منها عام 1993. بدأت تتبلور موهبته الفنية ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عقب تخرجه من كلية الآداب، وتخرج منه عام 1996. كان ظهوره التلفزيوني الأول عام 1995 في مسلسل فارس في المدينة، وبعدها بدأ اسمه يلمع في الدراما السورية لتتوالى أعماله الفنية، فشارك في مسلسل الزير سالم الذي كان بمثابة نقطة تحول في مسيرته الفنية لإبداعه في تجسيد شخصية أبي نويرة. تنقل سامر المصري بين مختلف فئات الدراما السورية، من تاريخي إلى اجتماعي إلى كوميدي عدا عن البيئة الشامية. ومن أهم أعماله مسلسل ورود في تربة مالحة، بقعة ضوء، قتل الربيع، صقر قريش، أهل الغرام، والمسلسل الذي يعتبر منعطف في طريقه الفني مسلسل باب الحارة الذي أدى فيه شخصية العقيد أبو شهاب، وحقق شهرة واسعة من خلال دوره هذا. وأبو جانتي ملك التاكسي الذي يعتبر الدور الأقرب إلى قلب الجمهور، ومسلسل الدبور الذي يعد أيضاً من أبرز أعماله الفنية. ابتعد سامر المصري عن الفن لمدة تجاوزت 3 سنوات في ظل تدهور الأوضاع في بلده سوريا، لانشغاله في الإغاثة والأعمال الإنسانية، وهو يقيم في الوقت الحالي في دبي. وبالنسبة لحياته الشخصية فهو متزوج من الفنانة المعتزلة نيفين عزام، ولديه منها 3 أبناء: ورد، عمر، وابنته الصغرى ياسمين. ويذكر أن ابنه الأكبر يسير على خطى والديه في طريق التمثيل. هل أنتم من محبي الفنان سامر المصري؟